العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم العناوين. إصابة 98 مواطن بفيروس كورونا اليوم. استثمار كبير في التعليم الأكاديمي والمهني. إرساء مشروع مياه في تتره. غويتا يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي. طهران تتهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحيز وافتقاد المصداقية. وفرنسا تفرض غرامة بقيمة 220 مليون يورو على جوجل. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 8 يونيو في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى بالأقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والجنوبي وعنصبة أظهرت إصابة 98 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 71 من الإصابات في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أسمرة بالأقليم الأوسط، و15 في إقليم شمال البحر الأحمر، و14 في أفعبت، و1 في مصوع، و8 في الأقليم الجنوبي، 4 في مندفرة، و2 في صنعفة، و2 في عرزة، و4 في كرن بأقليم عنسبة. في غضون ذلك شوفي 67 مرضى كورونا، 63 من الأقليم الأوسط و4 من الأقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4597. شوفي منهم 4054 وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 529 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 8 يونيو 2021. ذكرت وزارة التعليم بأن استثمار كبير جرى خلال سنوات الاستقلال لتخريج أجيال متسلحة بالمعرفة الأكاديمية والمهنية. وأوضحت الوزارة أن الحكومة ومن أجل حصول جميع المواطنين على فرص التعليم عملت جاهدة لتوسيع الخدمات التعليمية وصولا إلى الريف النائي، بموجب الخطة الموضوعة لفتح روضة أطفال في كل قرية، والمدارس الابتدائية في دائرة 3 كيلومترات، والمتوسطة كل 5 كيلومترات، والثانوية في 10 كيلومترات، والكليات والمدارس الفنية حسب الأهمية. وأشارت وثائق وزارة التعليم أن المؤسسات التعليمية عام 1991 كانت 215 مدرسة، 44 مدرسة في الأقليم الأوسط، و50 في أقليم القاشبركة، و56 في أقليم عنسبة، 31 في الأقليم الجنوبي، و21 في أقليم شمال البحر الأحمر، و12 في أقليم جنوب البحر الأحمر، وجامعة واحدة، وعدد الطلاب لا يتجاوز 200,000. وأفادت أن الخطوات المتخذة بعد الاستقلال لتغيير واقع التعليم جعلت عدد المدارس في الأقليم الأوسط 152 مدرسة، والقاشبركة 306 مدرسة، وعنسبة 153 مدرسة، والجنوبي 304 مدرسة، وشمال البحر الأحمر 72 مدرسة، وجنوب البحر الأحمر 54، أي ما مجموعه 703 مدارس ابتدائية، و259 مدارس ابتدائية ومتوسطة، و25 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، و61 مدرسة متوسطة، و38 مدرسة متوسطة وثانوية، و45 مدرسة ثانوية، و10 مدارس فنية، و6 جامعات، بما مجموعه عموما 1147 مؤسسة تعليمية، وارتفاع عدد الطلاب لأكثر من 800,000 طالب. وأوضحت أن الطلاب الممتحنين للشهادة الوطنية من مدرسة وارساي كالو وغير الحاصلين على درجات الدخول الجامعي يتم تدريبهم مهنيا في مركز التدريب ساوا وعد هالو في مجالات الحدادة والنجارة والمسح وصيانة الآليات وأجهزة التبريد وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية والتنمية الزراعية وتربية الحيوانات وغيرها.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن فتح فرص تعليم الكبار لمحو الأمية، حيث بلغت نسبة الذين محوا أميتهم حاليا على مستوى البلاد 85%. ذكر سكان تتري في مديرية كرن أن مشروع المياه الذي أرسي خلف الارتياح والاستقرار في حياتهم. وأوضح السكان معاناتهم السابقة لعدم وجود مصدر مياه قريب، وقد حلت المشكلة حاليا. وقال مسؤول تنمية المياه في مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في إقليم عنسبة السيد زرئي ولدة سائي في مراسم تدشين مشروع المياه إن العمل أنجز بتعاون إدارة إقليم عنسبة وقسم الثروة المائية والسكان، داعيا السكان لترشيد الاستهلاك والعناية بالمشروع. وأكد على أهمية استمرارية خدمة المشروع، وعلى السكان الإدارة الجيدة للإيرادات والمنصرفات وصيانة الأعطاب وضمان نظافة المياه والمساهمة لتوسيع الخدمات. ويشمل مشروع المياه الذي كلف أكثر من 2.2 مليون نقفة بئر وخزان مياه سعة 50 متر مكعب مياه، ونقطتي توزيع ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية، وأنابيب بطول 2 كيلومترين. أكد الاتحاد الوطني لشباب والطلبة العمل الجاد لإنجاح برنامج بناء لشباب الكفؤ. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن الاتحاد تأسس عام 1978 تحت مظلة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وفي التقييم الذي أجراه في إمباتكالا عام 2013 قام بإعادة التنظيم وبدأ العمل بروح ومعنويات جديدة بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ الشعار الرائد للجبهة الشعبية القائل: ليوعى وينظم ويتسلح الشباب. وقال إن أكثر من 200 ألف شاب مؤطر في مختلف الأندية كان لهم دور مؤثر في المجتمع والوطن وترسيخ القيم الوطنية. وذكر أن الاتحاد شيد 27 مراكز للتدريب المهني والأكاديمي والفني في كافة البلاد، وتنظيم التدريب في 18 مجالا لأكثر من 100 ألف شاب. وأشار إلى عمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء الآخرين لترسيخ حب التعلم وروح المنافسة، وتقديم الجوائز للطلاب المتفوقين في الصف الثامن والثاني عشر والمساهمة لمكافحة الأمراض ومساعدة المحتاجين، وحفاوة الاحتفالات الوطنية والبرامج التنموية ونفير التنمية الصيفي. وسيعمل الاتحاد الوطني لشباب والطلبة بإقامة فروع في 7 أقاليم و75 مديرية و113 مدرسة متوسطة وثانوية، إضافة إلى تنظيم الشباب العمل. تشهد مديرية موغولو أنشطة فاعلة لمكافحة الأمراض وضمان الصحة العامة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرض مرهوي تخلى ميكائيل أن المركز الصحي يضم غرف لرقاد المرضى والتحاليل الطبية والصيدلة وانتظار الحوامل والإسعافات الأولية و22 مهنيا صحيا، ويقوم بأنشطة فاعلة في الأمراض المعدية وغير المعدية وتطعيم الأطفال ورعاية الأمومة والطفولة ومتابعة الأمراض المزمنة والأمراض المعدية. وقال إن المركز الصحي يقدم الخدمات ل11 ضاحية، مشيرا إلى ارتفاع متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية عام 2019 من 25% إلى 99%، وتطعيم الأطفال بنسبة إلى 95%. وأعرب السكان عن الارتياح لخدمات المركز الصحي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم.
تعهد العقيد آسمي غويتا بأن حكومته ستحترم كل التزاماتها، وأكد عزمه على إجراء انتخابات عامة بحلول فبراير المقبل، وذلك بعد أدائه اليمين رئيسا انتقاليا لمالي. ونصب غويتا في احتفال بالعاصمة باماكو بعدما أطاح قائد انقلاب أغسطس الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين، وهو ما اعتبر انقلابا ثانيا في 24 من مايو الماضي. وتعهد بتنظيم انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير 2022. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس والاتحاد الأفريقي عضوية مالي، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد 8 سنوات من التعاون الوثيق. رفضت طهران تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات لمديرها العام حذر فيها من اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي، في وقت تصاعدت فيه اللهجة بين واشنطن وطهران على خلفية التقرير. واعتبر المندوب تقرير وكالة الطاقة الذرية غير مقنع كونه لا يأخذ كافة الجوانب في التعاون والتقدم الذي تم تحقيقه بين الطرفين لحد الآن بعين الاعتبار، حسب تعبيره. وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي قد حذر من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عالي من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي. وأعرب غروسي في مؤتمر صحفي عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج غريبة في المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني، قائلا إنه تم إحراز تقدم في هذا المجال. وتدخل إيران والقوى العالمية جولة سادسة من المحادثات في 10 من يونيو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، قد تفضى إلى رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية. أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية فرض غرامة بقيمة 220 مليون يورو على شركة جوجل العالمية لإساءة استقلال مركزها المهين في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة. ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى رفعتها عليها 3 مجموعات إعلامية، هي نيوز كورب وصحيفة لوفيغارو الفرنسية ومجموعة روسيل البلجيكية، بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت. وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. هذا وتواجه الشركة دعاوي قضائية من قبل السلطات في العديد من البلدان بسبب انتهاكها قوانين المنافسة. والخبر الأخير في هذه النشرة: نفق أكبر شمبانزي ذكر معمر في الولايات المتحدة بحديقة حيوان سان فرانسيسكو عن 63 عاماً. وقالت تاينا بيترسون المديرة التنفيذية لجمعية سان فرانسيسكو لعلوم الحيوان في بيان: كان الشمبانزي جزءاً من مدينة سان فرانسيسكو ولا يمكن تعويضه. ولم يتركوا بي وراءه ذرية حية، وقد خالف التوقعات من خلال العيش حتى سن 63 قبل وفاته. وقال خبراء في الحيوانات إن متوسط العمر المتوقع للشمبانزي هو 33 عاما في البرية، وما بين 50 و60 عاما تحت رعاية الإنسان. وقالت حديقة الحيوان إن الشمبانزي من الأنواع المهددة بالانقراض، ومن بين أكثر الرئيسيات عرضة للخطر في أفريقيا، حيث يبلغ تعدادها في البرية ما بين 100,000 و200,000 بسبب تهديدات مثل الصيد وفقدان الموائل والأمراض.
مشاهدينا الكرام، هذه كانت نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. قبل أن أختم النشرة مشاهدينا إلى العناوين. إصابة 98 مواطن بفيروس كورونا. استثمار كبير في التعليم الأكاديمي والمهني. إرساء مشروع مياه في تتره. غويتا يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا لمالي. طهران تتهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحيز وافتقاد المصداقية. فرنسا تفرض غرامة بقيمة 220 مليون يورو على جوجل.